المكان الولايات المتحدة الأمريكية فلوريدا، والزمان 2019، والجريمة جريمة قتل. أنا مرمر المصري ودي قناة خان المرمر. يلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. فهل أنتم جاهزون يا رفاق؟ أحداث حكاية النهاردة هتاخدنا وتروح بينا على الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا فلوريدا، وتحديدا أكتر وينتر بارك. من حي هادي وبيت هادي هيجي اتصال يوم 12 يناير 2019 في حدود من 9 ل9 ونص كده للطوارئ. اللي هيكون على الخط الناحية التانية سيدة بتبلغ من العمر 45 سنة، اسمها دانييل ريدليك. بتقول لهم إن جوزها مايكل صاحب ال65 سنة وقع على أرضية البيت وغالبًا اتعرّض لنوبة قلبية وعلى أثرها يعني فارق الحياة. فورًا الطوارئ هتروح للبيت، ولمّا هيوصلوا هيكتشفوا إن الرواية مختلفة تمامًا عن اللي دانييل قالته، وده لإنهم أول ما هيوصلوا هيتفاجئوا بمايكل واقع على الأرض ولكنه غرقان في بركة من الدم، وده لإنه واخد طعنة في منطقة الصدر ومفارق الحياة. وهنا المفروض إن هم هيعلنوا وفاته وهيروح على الطب الشرعي. لكن السؤال دلوقتي، هي ليه دانيال ما قالتش الحقيقة في المكالمة بتاعة الطوارئ؟ وهنا هي هتقول لهم إنها خافت تقول الحقيقة للموظفة بتاعة الطوارئ. والحقيقة إنه حصل شجار ما بينها وما بين جوزها في الليلة السابقة، وهم قاعدين بيتعشوا اتخانقوا مع بعض، هجم عليها وبدأ إن هو يضغط على رقبتها، فبدأت إنها تجري على التواليت علشان يعني تستخبى. جري وراها كسر عليها باب التواليت، خرجت وبدأت إنها تدور على أي حاجة تحمي بيها نفسها. فكرت تروح للمطبخ وتجيب سكينة، وفعلا هتجري على المطبخ ومايكل وراها. هما الاتنين دلوقتي ماسكين السكينة بإيديهم، بدأوا يشدوها مع بعض، وفجأة هي أدركت إن مايكل شد السكينة وبدأ يصوب تجاه نفسه، وهنا هو ده اللي حصل ولذلك هو فارق الحياة. وطبعًا الرواية دي ما دخلتش عليهم، لكن خلّيني أقول لكم إن الرواية بتاعتها هتتغيّر أكتر من مرّة، إنه الأول هينقلوها على المستشفى بعد ما يطبّبوا لها الجراح اللي موجودة في المعصمين بتوع إيديها واللي هي عملتهم بنفسها. المهم إن هُم هينقلوها للمستشفى، حالتها ما كانتش حرجة أبدًا والجروح كانت جروح سطحية. الأسرة اللي إحنا بنتكلم عنها أو تحديدًا الزوجين دول اللي هم دانييل ومايك، كانوا أسرة سعيدة جدًا نوعًا ما قدّام الناس، وكانوا أسرة متماسكة ومحترمة جدًا، واللي يبان إن الأسرة دي طبيعية جدًا. فإيه اللي يخلّي الزوجين اللي واخدين بعض عن حُب وبقى لهم حوالي من 15 ل17 سَنة متجوزين، يوصلوا في النهاية لليوم المأساوي والواقعة المأساوية دي، وإن واحد فيهم يفارق الحياة والتاني يكون هيواجه مصير مظلم بإنه هيتسجن؟ وهنا محتاجين نرجع بالزمن لورا ونجيب الحكاية من الأول خالص. الحكاية بتبدأ سنة 1996 لما مايكل ريدليك هيقابل كاسلين في ملعب الجولف، ودي زوجته الأولى. هيبدأ يتشد لها وينجذب لها جدا، هيبدأ يتجاذب معاها أطراف الحديث، يعجب بيها وبعدين يحبها، وكمان يقرر إن هو يعرض عليها الجواز، رغم إن هو عارف إن كاسلين في الوقت ده كانت بتعاني من سرطان الثدي وبتحارب بقالها فترة وفي مرحلة متأخرة. وكمان كان عندها 3 أولاد، في منهم 2 صغيرين ما زالوا لسه تحت رعايتها وهي اللي بترعاهم. رغم كل الظروف دي ورغم إن هو راجل مقتدر ماديًا وراجل اتجوز قبل كده لكن ما عندهوش أولاد، قرر إنه يشيل المسؤولية دي ويقف جنبها. وفي سنة 1997 هيتمم الجواز الرسمي بيها، وهتتنقل وتعيش معاه. كان بيعامل أولادها كأنه أبوهم فعلًا، وكان متعلق بيهم وبيحبهم، خاصةً إن هو في جوازه الأولاني ما كانش عنده أولاد. مايكل هيدعم كاسلين في الرحلة بتاعتها مع مرض السرطان، هيكون عنده أمل إنها تخف أو على الأقل يعني حالتها تتحسن. سنتين كاملين لحد ما هنوصل لسنة 1999، ورغم كل الرعاية اللي هو وفرها لها ورغم كل العلاج اللي هي خضعت ليه، إلا إن إرادة ربنا فوق كل شيء. هتوافيها المنية بعد رحلة مريرة مع مرض السرطان، ومايكل هيلاقي نفسه راجل أرمل وبيعول كمان طفلين واللي هم ولاد كات. عمره ما فكر إن هو يوديهم في أي مكان أو إن هو يسيبهم لأهلهم أو أي شيء من هذا القبيل. كان بيعتبر إن الاتنين دول ولاده،
ولذلك هو قرر إن هو هيراعيهم وكأنه أبوهم فعلًا. لكن كان في عائق، هو في الوقت ده وقت ما اتجوزها كان أصلًا محامي، مع الوقت كمان بقى المدير التنفيذي لمجموعة من الفرق أو لمجموعة من الفرق الرياضية التابعة لبعض النوادي. هو كان راجل مشغول، متيسر ماديًا وبيحصل على أموال كتير من شغله ده، لكن شغله ده كمان بياخد جزء كبير من وقته، فإزاي هيراعي الأولاد دول؟ ولذلك فكر إن هو يتصل بأختهم الكبيرة واللي كانت في الوقت ده عندها 22 سنة، ويعرض عليها تتنقل وتعيش معاهم وتساعده في رعاية إخواتها الصغيرين، وطبعا هي هتوافق. خليني أقول لكم إن البنت الكبيرة صاحبة ال 22 سنة دي كانت علاقتها بمامتها كويسة جدا، لكنها زي معظم البنات في الدول الأوروبية بعد ما تمت 18 سنة استقلت بحياتها وبدأت إن هي تشتغل بشكل جزئي يعني وتصرف على نفسها. لكن علاقتها مع مامتها كانت من أفضل ما يكون، وطفولة ال3 أولاد كانت كويسة جدًا. باباهم ومامتهم منفصلين، لكن كانوا لاقيين رعاية كويسة جدًا. هي دخلت كلية الآداب واتخرّجت منها، وفيما بعد كمان هتحصل على ماجستير في علم النفس، وبالتالي كانت شخصية كويسة. لمّا هيعرض عليها جوز مامتها الكلام ده، هتروح فعلًا وتتنقل وتعيش معاهم. ودلوقتي تحت سقف البيت ده موجود 4، جوز الأم والبنت الكبيرة والطفلين الصغيرين. هي كانت في الوقت ده والكلام على البنت الكبيرة كانت بتشتغل في أحد الحانات بشكل جزئي، بقية الوقت هي موجودة وبتراعي إخواتها الاتنين. أما هو فكان أي وقت، وطبعا الكلام على مايكل، كان أي وقت فاضي عنده بيكون للعيلة والأسرة. مع الوقت هيبدأ ينجذب للبنت الكبيرة دي. وهنا في معلومة صغيرة قد كده نسيت أقول لكم عليها أو تعمدت ما أقولش عليها، وهي إن البنت الكبيرة الكاسلين هي دانييل، زوجته المستقبلية. أيوه، هُم الاتنين بقوا تحت سقف بيت واحد، هي لاقية فيه الأمان والدعم والاهتمام، وهو لاقي فيها كل اللي بيدوّر عليه. بدأ ينجذب لها جدًا وهي كمان، ما فيش أي حدود والاتنين تحت سقف بيت واحد، وتنشأ قصة حب وعلاقة جسدية ما بين الاتنين. في الوقت ده هي ما كانتش حابة، والكلام طبعًا على دانييل، إنها تعرّف عيلتها ولا أصدقائها ولا المحيط بتاعها. أصل هتقول لهم إيه؟ أنا حبيت جوز ماما وقررت إن أنا أعيش معاه، هيبقى صعب. وهو بالنسبة له كمان كان صعب إنه يقول إنه وقع في حب بنت مراته اللي ماتت، وكمان فرق السن اللي ما بينهم واللي هو تقريبا 21 سنة. ولذلك هيفضل حبهم ده سر ما بينهم داخل البيت ومفيش أي حد مطلع عليه خالص. وهيمر الوقت كده، هو كنوع يعني من تحسين أوضاعها بدأ إن هو يخليها تسيب الحانة اللي هي بتشتغل فيها، وبدأ يجيب لها وظيفة في شركة إعلانات أو في وكالة إعلانية حاجة كده. المهم يعني إن الأمور كانت ماشية كويسة، وهي كمان كانت ماشية في موضوع الماجستير بتاعها. لكن في وقت من الأوقات هو هييجي له عروض. إحنا قُلنا إن هو راجل ناجح جدًا في شغله، وإن هو مدير تنفيذي لبعض الفرق الرياضية، ولذلك هييجي له عرض، العرض ده مغري جدًا وما يتفوّتش، وإن هو هيكون نائب مدير المبيعات في شركات تابعة لنادي تقريبًا اسمه منفيس، والكلام ده هيكون في إنديانا. وده بيستوجب عليه إن هو يتنقل من المكان أو الولاية دي لولاية إنديانا. هي بالنسبة لها لما عرض عليها ده قالت له إنها مش عايزة تسيب دراستها وشغلها والمحيط بتاعها، ورفضت إن هي تتنقل معاه. هو كان وافق على العرض، فقرر إن هو يسافر ويسيبها هي وإخواتها في البيت ده. لكن الحبيبين كانوا بيتواصلوا طول الوقت عن طريق التليفون وبيتقابلوا من وقت للتاني، وكمان كانوا على اتصال طول الوقت مع بعض بكل الطرق المتاحة. كانت بتسافر له كتير. في يوم من الأيام وبعد فترة طويلة هيبدأ يوريها البيت اللي اشتراه علشان يعيشوا فيه مع بعض، واللي كان زي ما قلنا في إنديانا، وكان موجود كمان على نهر المسيسيبي. مع الوقت قررت إن هي خلاص أخيرا تجتمع مع حبيبها، ولذلك هتبدأ تتنقل معاه. خليني أقول لكم إنه من أول النقطة دي مش هقدر أقول لكم أي معلومة عن إخواتها تاني، وده لأن المعلومات كده اختفت عن إخواتها، ومفيش أي معلومة في أي مصدر لقيتها بتقول إخواتها راحوا فين. لكن أعتقد يعني إن هم ممكن يكونوا وصلوا للسن القانوني واستقلوا بحياتهم. المهم إن الحبيبين خلاص بدأت الناس كلها تعرف علاقة الحب اللي موجودة ما بينهم. بالنسبة لأصدقائه وأهله ومعارفه كانوا رافضين الموضوع ده، وبيقولوا له إن ده قرار غلط جدا،
أولًا عشان فرق السن الكبير، ثانيًا عشان الأهم وهو إن دي تعتبر زي بنته وبنت مراته المتوفاة، فده أمر صعب جدًا، وكمان هو يضمن منين مشاعرها إنها مشاعر حقيقية. أمّا بالنسبة لها هي، فعيلتها كمان كانوا رافضين، لكن في النهاية وقصاد حبهم الكل هيرضخ تمامًا. والاتنين هيعيشوا مع بعض، وهو هيلاقي لها وظيفة تانية خاصة بحاجة خاصة بالراديو أو شيء من هذا القبيل. المهم يعني إنها خلاص بقت موجودة في وظيفة والاتنين عايشين مع بعض، هو بيزدهر في شغله وهي كمان. مع الوقت في ضغوطات كتير، هو بيشتغل بيبدأ يجيب لاعبين للنوادي وكذا وهيترقى في الموضوع، معرفش في أنهي جزء من الحكاية هو هيوصل إن هو يبقى المدير التنفيذي للدوري الأمريكي، وبالتالي فهو كان راجل مشغول جدا ناجح جدا طول الوقت تحت ستريس شديد، وبالتالي برضه ده هيخليه يهرب من الضغوطات دي. مايكل هيبدأ يشرب الكحول بشكل كبير جدا، وبدأ إن هو يشرب الكحول من هنا ويبقى راجل عصبي من هنا. أسلوبه معاها بدأ يتغير، بدأ إن هو يتطاول عليها بالإيد. وعشان تفهموا الموضوع واصل لحد فين خليني أقول لكم، وده على روايتها هي، في بعض الحاجات هيتم تأكيدها فيما بعد، لكن عموما يعني كل اللي هحكيه دلوقتي عن طريق روايتها هي. إن هو في يوم من الأيام هيكون متعصب عليها، هيتخانقوا مع بعض، كان عازمها على العشاء وما جاش في الميعاد وما خرجوش، فلما رجع شدوا الاتنين مع بعض، فهي وهي خارجة من الباب كده قالت كلمة نرفزته، راح رايح في اتجاهها وراح لاكمها في وشها، ليتفاجئ إن هي سنتها مكسورة، شفايفها مفتوحة وفي نافورة دم. وهنا هيفضل يبكي ويعتذر لها ويتأسف لها ويقول لها إن هو مش هيعمل كده تاني، وياخدها ويوديها للدكتور ويعالجها. بعد كده هيرجعوا وهيمر الوقت وهي مش هتقدم أي بلاغ ضده ولا تاخد أي موقف معاه من أي نوع. تاني يوم هياخدها يصالحها ويوديها يتعشوا ويعوضها عن اليوم اللي فات. لكن هيمر شوية وقت وهيفضل طول الوقت عصبي بهذا الشكل، وده بسبب ضغط الشغل على أعصابه، وكمان لأنه من الناس اللي لما بتشرب بتتعصب. في يوم من الأيام يقال يعني إن هما كانوا في حفلة، وفي الحفلة دي كان موجود الإكس بتاعها صديقها السابق، وهنا هيتقابلوا هما الاتنين فهيسلموا على بعض ويتكلموا كلمتين. هو طبعا مش هيعجبه الموضوع ده، أعتقد إن أي راجل يعني مش هيعجبه الموضوع ده. وهما راجعين في العربية بدأ ياخد الموضوع بسخرية كده لكنه كان متنرفز، فهي بدأت هي كمان تتريق وقالت كلام ضايقه. فجأة راح منقض عليها وضربها. بعد ما ضربها بدأ يعيط وبدأ يعتذر ويقول لها إن هو آسف وإن هو عمل كده لإنها جرحت مشاعره. وكالعادة هي مش هتاخد أي إجراء ضده خالص، أصلا مش هتاخد حتى إجراء ما بينها وما بينه، وده برضه على كلامها. المهم إنه هيعتذر لها والموقف هيعدي، وهتمر الوقت وهيمر السنين على كده لحد ما نوصل لسنة 2003، وهي دي السنة اللي هيجيبوا فيها بنتهم الأولى. فبعض المصادر مذكور إن اسمها جايدن، وبعض المصادر التانية مذكور إن اسمها جايدن. المهم يعني جايدن أو جايدن، المهم إن هم هيجيبوا بنتهم في سنة 2003، وبعدها ب7 سنين كمان هيجيبوا ابنهم التاني واللي اسمه سوير. على أي حال في الوقت ده الأسرة ما كانتش أسعد حاجة، وده لأنه زي ما قلت لكم الوضع كان متوتر ما بينهم جدا. مايكل كان أب عظيم جدا لأولاده، هي كانت بتراعي الأولاد ومعظم الوقت موجودة في البيت، كانت أحيانا بتشتغل ولكن شغلها بيكون بشكل جزئي. أما مايكل فكان إحنا قلنا إن هو بيكسب كويس، بدأ يدخل أولاده مدارس مرموقة جدا، وكان عنده أمل إن هو يكون ليهم أي حاجة في المجال الرياضي، يطلعوا أي حاجة في المجال الرياضي، وهم كانوا حابين الرياضة جدًا وتحديدًا كرة القدم. خلّيني أقول لكم إنه دانيال في الوقت ده زي ما قُلنا كانت بتشتغل بشكل جزئي، وهو كمان بيشتغل، متعلق بأولاده ومش حارمهم من أي حاجة، وقريب منهم جدًا وعطوف منهم، يعني لم يُذكر في القضية دي أبدًا إن هو اتعصب على حد من الولاد أو فكر إن هو يمد إيده عليه. عايزة أقول لكم إنه حتى بعد ما جابوا أولادهم مايكل ما بطّلش أبدًا إن هو يتطاول عليها، بتقول يعني إن هُم في يوم من الأيام كانوا بيتفرّجوا على فيلم، وهُم قاعدين على الكنبة وبيتفرّجوا على الفيلم وهو نام، سابته نايم على الكنبة وطلعت نامت فوق،
تتفاجئ بيه تاني يوم وهي في التواليت بتغسل سنانها، داخل عليها وضربها على دماغها وقال لها: "أنتِ إزاي تسيبيني نايم كده تحت" وما أعرفش إيه. فهي يعني بدأت تشِد معاه وقالت له إن هي مش هتسكت له وإن هي بقى هتسيبه والكلام ده. بدأ إن هو يخنقها لحد ما فقدت الوعي. بتقول إنها فاقت بعد كده لقيته قاعد فوقيها منهار من البكاء وعمّال يعتذر لها ويقول لها إن هو عمره ما هيعمل كده تاني. لكن المرة دي هي أخيرًا أخدت موقف، خدت ولادها الاتنين وراحت عند أهلها، وبدأ هو يتردد عليها كتير جدًا عشان ترجع له، لكنها كانت رافضة، بس بعد شوية من الوقت هترجع له تاني. وخلّيني أقول لكم إن هي لمّا بترجع له ما بتاخدش أي إجراء قانوني أو بتروح تعمل بلاغ ولا أي حاجة من دي. وتقريبًا يعني الواقعة الوحيدة اللي هي قدّمت فيها بلاغ ضده، كانت في مرّة من المرّات قالت إن هو جري وراها بالعربية وكان عايز يدوسها، لولا إنها دخلت زي في الأدغال أو في مكان يعني فيه شجر كده، فما عرفش يجيبها. هنا هي خلاص خافت على حياتها، وما أعرفش لو روايتها دي كلّها صح، فهو حضرتِك لسه مستنية تخافي على حياتِك دلوقتي؟ المهم يعني إن هي هتروح قسم الشرطة عشان تبلّغ عنّه يعني أو تعمل فيه بلاغ. لمّا هيبدأ البلاغ الرسمي هي هتفكّر وتقرر إنها ما تعملش كده وترجع على البيت. لكن في واقعة واحدة بس هي اللي قدّمت فيها بلاغ بالعنف الأسري. بنتهم ليها قصة كبيرة معانا، بس خلّيني أقول لكم إن بنتهم قالت إنها طول مدة وجودها مع والدها ووالدتها هي مرّة واحدة بس في حياتها اللي شافت والدها وهو في حالة ثورة عارمة. كانت مامتها نرفزته فجري وراها، استخبت في التواليت، هو كان واقف ومعاه الإزازة بتاعة الخمرة وكان في حالة ثورة شديدة جدًا وهياج. بدأت تهدّي والدها وخدت منه الإزازة وسكتته وقعّدته وخلّته يهدى، وقالت إن دي المرّة الوحيدة اللي شافت والدها بيتهجم على والدتها. المهم يعني وبعد كل الأحداث دي هم اتنقلوا من ولاية لولاية نظرًا لظروف شغله. في فترة من الفترات هم راحوا لكاليفورنيا، المفروض إن هم اشتروا بيت هناك وقعدوا فيه. ال5 سنين اللي قعدوهم في كاليفورنيا كانوا من أهدى الأوقات يعني اللي قضوها، وتقريبًا ما كانش في شيء يُذكر يعني حصل ما بينهم هُم الاتنين. هي كانت بتزدهر في شغلها وهو كمان. في وقتٍ ما هُم الاتنين كانوا قاعدين من الشغل ما عندهمش أي شغل، وكانوا بيصرفوا من المدخرات اللي عندهم، وده كان مخلّي الاتنين aggressive جدًا وكل شوية يتخانقوا مع بعض. وأنتم عارفين بقى الأحداث وعشان ما نكررش التفاصيل، فأنتم عارفين التفاصيل اللي بتحصل ما بين الاتنين. وفي نهاية المطاف المفروض إن هو خلاص هيستقر في فلوريدا. هو قرر إنه يتخلص من كل تعب الأعصاب اللي موجود في الدوري بقى الأمريكي واللي موجود في النوادي اللي هو بيمسكها وكل الكلام ده. المهم يعني إن هو فعلًا هيبقى أستاذ في أحد الجامعات هناك، والمفروض خلاص إن الأسرة هتستقر في فلوريدا. دانييل تقريبًا هتقعد سنة كاملة موجودة في كاليفورنيا، في الوقت ده بيصفّوا ممتلكاتهم وهو بيرتّب ظروفه في فلوريدا عشان تتجمّع الأسرة مع بعضها مرّة تانية. في الوقت ده كان الاتصال ما بينهم ضعيف جدًا، أصلًا العلاقة كانت بدأت تبقى سيئة جدًا ما بينهم، فالاتصالات كانت قليلة جدًا، الاتنين ما بيتكلموش مع بعض إلا قليل، ما بيشوفوش بعض إلا قليل، وكانت سَنة فيها جفاء شديد. بعد السنة دي وبعد ما كل الأمور استقرت وأخيرًا اشتروا بيت، هم الأول نقلوا في بيت إيجار وبعد كده اشتروا البيت الأخير اللي حصلت فيه الواقعة. البيت ده كان جميل جدًا وفارح جدًا. المهم يعني إنهم لمّا اشتروا البيت ده وخلاص اتلَم شمل الأسرة مرّة تانية، المفروض إنه كل حاجة تبقى هادية وجميلة وحلوة، لكن هي بدأت تشُك والكلام طبعًا على دانييل إن هو بيخونها. بقى في جفاء ما بينهم وعفوًا يعني ما بقاش بيقرّب منها ولا بيطلب العلاقة الحميمة ولا. فبدأت تشوف إن هي ممكن في السنة اللي كانت غايبة عنّه فيها يكون بيخونها. ولمّا هتواجهه بالكلام ده وهيحصل مشاكل بسبب الكلام ده، هو هيبدأ يعترف لها اعتراف. الاعتراف ده هيبقى صعب على أي راجل إن هو يعترفه، لكن الاعتراف ده هيكون أسهل بالنسبة له من إن هي تظن إن هو بيخونها. الاعتراف ده هيكون إن هو يقول لها بمنتهى البساطة إنه كبر في السن وصحته ما بقتش قد كده، وهو ده السبب اللي بيخليه ما يقربش منها. هي هتتفهم ده جدا وهتدعمه، وهيبدأوا إن هم يلجأوا لعلاجات مختلفة. وفي النهاية هيبدأ الحقن بالهرمونات واللي هو بتقريبا هرمون التستيرون أو حاجة كده.
ده هيخلّيه يستعيد شبابه مرّة تانية ورونقه وصحته مرّة تانية. مش باتكلّم في مجال العلاقة الزوجية وكده، لأ، أنا باتكلّم عمومًا هو زي ما تقولوا كده رجع أو جدد شبابه مرّة تانية، وبالتالي كان مُشرِق جدًا. لكن ده ليه آثار جانبية، زي إن هو بقى عصبي أكتر من الأول، وبقى بينفعل أكتر من الأول، وبيمِد إيده أكتر من الأول. هنفضل كده لحد ما نوصل تقريبًا لسنة 2018، الاتنين وصلوا لطريق سَدّ وقرروا إن هُم ينفصلوا وإن هُم يمشوا في إجراءات الطلاق، وفعلًا هي هتقدّم على إجراءات الطلاق، وهو هيخرج من البيت ويمشي. الاتنين انفصلوا لكن علاقتهم كويسة علشان خاطر أولادهم، هو بيعدّي عليهم في البيت في أي وقت، وأحيانًا كمان بيروح ويطلع في أي أوضة من الأوض ويبات معاهم والأمور كانت كويسة، بيدفع كل الفواتير وبيصرف عليهم كل مصاريفهم. في الوقت ده هي كانت بتمُر بحالة نفسية سيئة، وده على كلام بنتها جايدن، وبدأت تخُش في حالة من الاكتئاب وبدأت تبقى منعزلة جدًا، وده لإنه لمّا ساب البيت بدأ إن هو يدوّر على سِت تانية، وفعلًا بدأ في الوقت ده يبقى ليه صديقة. هنا هي ما قدرتش تتقبّل الموضوع ده، واعتبرت إن ده خيانة حتى لو هُم ماشيين في إجراءات الطلاق، وشافت إن أنت خدت زهرة شبابي وإن أنا قضّيت معاك كل الوقت ده، وبعد كل الوقت ده أنت شايف سِت تانية، وخاصةً إنها كانت لسه بتحبه، وده هيدلِّل عليه فيما بعد بعض المسدجات اللي موجودة ما بينهم. ما كانتش أبدًا قادرة تتقبّل الوضع ده، وعشان تخرج من الاكتئاب ده أصحابها وعيلتها وكده هيبدأوا إن هم يحاولوا معاها، وفعلًا هييجي لها وظيفة كمُدرسة في مدرسة، وهتبدأ تخرج من العُزلة بتاعتها، لكنها كانت عايزة تنتقم منه، وده اللي هيخلّيها تخش على أحد برامج المواعدة وتبدأ هي كمان تكلم بعض الرجال. ما ثبتش أبدًا إنها عملت علاقة مع أي راجل، لكن يُقال في بعض المصادر إنه زي ما هو خانها هي كمان خانته. وأنا باقول خانها وخانته لإنه لحد الوقت ده ما كانش تم الطلاق الرسمي ما بينهم هُم الاتنين. هيفضل الوضع كده، لكن في نهاية المطاف وفي نهاية سنة 2018 الاتنين هيرجعوا لبعض مرة تانية، ونوصل لليوم الموعود. هو أصلًا لمّا ضربها في يوم من الأيام لمّا بنتهم أخدت الإزازة منه والكلام ده كان برضه في 2018 في الوقت اللي المفروض إن هُم منفصلين فيه. خلّيني أقول لكم إنه في الوقت ده هو برضه ندم، وفي كل مرة كان بيعمل لها حاجة فورًا كان بيندم تقريبًا أول ما بيفوق من الشرب أو بعد ما بيعمل المصيبة اللي يعملها بيبدأ إن هو يفوق ويبدأ إن هو يعتذر ويبكي وكذا. وفي اليوم ده بدأ إن هو عشان يصالحها راح لهم البيت تاني يوم وأخدها هي والأولاد، عزمهم على كرة قدم واعتذر لها قدّام الأولاد، لكن كان واضح إن هي مش راضية. في اليوم ده أخدوا الأولاد وودوهم عند أحد الأصدقاء علشان يباتوا عندهم. هي راحت بعد كده لماك جابت أكل من هناك، برجر تقريبًا، وبعد كده رجعت على البيت وقعدوا هُم الاتنين علشان يتعشوا. وهنا بقى إليكم الرواية الأخيرة ليها واللي هي أصرِّت عليها، بعد ما غيّرت روايتها أكتر من مرّة. الرواية دي بتقول إن هي كانت قاعدة معاه على العشا، وكان في message جات لها، الmessage دي زي ما تقولوا كده واحد من على برامج المواعدة، وهنا قطم قطمة من البرجر وراح عفوًا يعني تفِّفها في وشّها، وبعد كده قام وخنقها. وهي بتقول إنها كان في إيد عندها حُرّة والإيد التانية في إيده وخانقها من رقبتها، مش عارفة تتصرّف وكانت شايفة إن هو المرّة دي ممكن يقضي عليها، فقررت إنها تمِد إيديها على الترابيزة وتجيب سكينة وتبدأ إنها تسدّد له ضربة في الكتف علشان يتوقّف عن خنقها، لكنها ما كانتش تعتقد أبدًا إن الضربة دي هتكون ضربة غائرة للدرجة دي في صدره، لدرجة إن هو يفارق الحياة. يبدو كده إنه كان دفاع عن النفس، وهو ده اللي المحامية بتاعتها هتقوله. خلّيني أقول لكم إنه في الأول بعد ما خرجت من المستشفى هم أصلًا ما اعتقلوهاش ولا أي حاجة خالص، بدأوا يحققوا معاها، حكت أكتر من رواية سابوها، وفي الجنازة بتاعته أو بمعنى أصح في التأبين بتاعه هي كانت موجودة رغم استغراب الجميع، هي إزاي بعد ما عملت فيه كده حرة طليقة. بدأت تتكلم كلام حلو جدًا وتقول إنه كان أقرب أصدقائها ليها، وإن هو كان أب رائع و، والناس كلها كانت مندهشة، أنتِ إزاي بعد ما عملتِ فيه كده طالعة وبتتكلمي عنه بالطريقة دي وبتبكي عليه. كمان كان في ملاحظة بالنسبة للمحققين لمّا راحوا حققوا معاها في المستشفى، هي وهي بتحكي من وقت للتاني بتبكي، لكن كانوا حاسين إنها هادية جدًا ومنظمة جدًا وهي بتتكلم.
خلّيني أقول لكم إنه هيتم توجيه التهمة ليها بالقتل الغير عمد من الدرجة التانية تقريبًا، والكلام ده هيكون في شهر فبراير، وهيتم طبعًا القبض عليها. زي ما قُلت لكم يبدو كده إن هو دفاع عن النفس، لكن خلّينا بقى نبدأ الجد ونبدأ القضية الحقيقية والمفاجآت. مبدئيًا كده تقرير الطب الشرعي هيقول إن سبب الوفاة مش الطعنة اللي أخدها في الصدر، وإنما النزيف الشديد اللي قعد ينزفه لحد الوفاة. والمفاجأة هنا هي إنها ما كلمتش الطوارئ إلا بعد 11 ساعة كاملين، يعني هي طعنته وبعد كده استنت 11 ساعة وبعد كده كلمتهم. وتقرير الطب الشرعي بيقول إن هو كان ممكن جدًا يتلحق لو كانوا كلموه أو أنقذوه يعني في الوقت المناسب. لكن ده ما حصلش، ولمّا سألوها أو المدعي العام في المحكمة يعني سألها، قالت مبدئيًا كده إن هي بدأت تكلم الطوارئ كانت متوترة جدًا، وبدأت تتصل ب999 ولذلك ما كانش في استجابة، بعد كده قررت إنها تقعد جنبه وبعد كده نامت جنبه على الأرض. هم اتأكدوا فعلًا إن هي كلمت ال999 أكتر من مرّة، يعني كانت بتتلخبط في الرقم وفي الآخر فقدت أو يعني كانت متوترة، فالمفروض إنها نامت جنبه. لكن الفحص الجنائي اللي راح البيت قال إنه البيت هي مبدئيًا كده لمّا دخلوا لقوا جردل، والجردل ده فيه مَيّة لونها وردي، وجنبه مناشف كتير جدًا، والمناشف دي منهم واحدة كانت جنب الضحية غرقانة دم، وبقية المناشف كانوا غرقانين دم. ليكتشفوا إن هي حاولت تنضّف الدم اللي موجود في المكان، لكن بالرغم من كده كان ما زال في كمية كبيرة من الدم حواليه، وكان في بعض آثار الدم على الطريق ما بين غرفة النوم الرئيسية وما بين الreception أو المكان اللي هم جُم ولقوه واقع عليه، وبالتالي فإن هو تم قتله في مكان تاني وبعدين اتجر للمكان ده، وده هينافي الرواية اللي هي قالتها إن هم كانوا قاعدين بيتعشوا وبعد كده حصل اللي حصل. أدي تاني حاجة. الحاجة التالتة لمّا هيبدأوا بقى إن هم يحلّلوا الدم اللي موجود في أنحاء البيت يعني، وكمان اللي موجود جوّه الجردل، هيكتشفوا إنه ما هو إلا دم الضحية. الحاجة الرابعة يعني هي قالت إنها حاولت تنهي حياتها وإنها كانت مصدومة وبلا، بلا، بلا. هيكتشفوا إنها كانت جروح سطحية جدًا، وغالبًا هي عملتها علشان بس تبيّن يعني إن ده كان دفاع عن النفس وإن هي اتصدمت وما كانتش عارفة تعمل إيه. هي أصلًا اتعالجت وخرجت من المستشفى ما كانش في أي نوع من أنواع الخطر على حياتها خالص. كمان تقرير الطب الشرعي هيقول إن في زي تهتكات أو في زي خدوش أو شيء كده يعني عند عينه اليمين، وبالتالي فإنه كان في هجوم عليه ما كانش هو اللي بيهاجم وهي ضربته إلى آخره. كمان هيطلع شهود كتير جدًا، منهم أهم 2 اللي هم ولادهم، بنتهم جايدن كانت ضد مامتها طول الوقت، وقالت إن ممكن باباها في المرّة اللي هي حكت عليها انفعل على مامتها، وإن باباها عصبي، لكن دايمًا في المشاكل اللي كان بيستفزه واللي كان بيبدأ الحكاية هي والدتها، وإن هي دايمًا اللي كانت بتستفزه للخناق. الجيران كمان قالوا إن هما الاتنين كانوا بيتخانقوا مع بعض، وإنه مش هو بس اللي كان بيزعق معاها، كتير جدًا كانوا بيسمعوا صوتها هي كمان بتتخانق معاه. وأحد الشهود قال إنه في مرة من المرات شافوها وهو أول ما دخل البيت جابت البيض وبدأت إن هي تحدفه على إزاز العربية. أما بالنسبة لعيلتها فجزء كبير منهم قال إن هو اللي كان عنيف معاها وعصبي عليها، أما هي فكانت مسالمة. الجزء التاني من عيلتها قال إن هي كانت شخصية هادية جدًا لحد ما اتجوزته ومر كام سنة بدأت تظهر عليها العصبية الشديدة، لكن قبل كده هي ما كانتش شخصية عصبية خالص. أما بالنسبة لقرايبه هو وأصحابه واللي هم بالتبعية كانوا أصحاب مشتركين ما بينهم، قالوا إن هي كانت شخصية مجنونة جدًا، وكانت بتعمل بعض الأفعال الصبيانية لمّا بتيجي تتخانق معاه قدّامهم، وبتبدأ إن هي تهجم عليه أو تتخانق أو تعمل. وكل الحاجات دي كانت بتبيّن إنها مش ملاك بريء مغلوب على أمره زي ما هي كانت بتحاول توضّح. هو ممكن جدًا يكون كان عنيف معاها، ممكن جدًا يكون كان بيمِد إيده عليها، لكن في المقابل هي كانت بتستفزه بشكل كبير جدًا، وكمان كانت أحيانًا بتهجم عليه، وما كانتش الشخصية المسالمة. يعني الطرفين كانوا بيتخانقوا دايمًا بالإيد، وخناقاتهم فيها عدم احترام، هُم الاتنين بيمدّوا إيديهم على بعض.
وبالتالي ما ينفعش إن هي دلوقتي تظهر بمظهر الملاك البريء اللي كان بيتعرّض للعنف المنزلي وكان ساكت كل الوقت ده. ما اقدرش انكر ان هي فعلا كانت بتتعرض للعنف المنزلي، لكن ده مش مبرر ابدا انها تقتله. وكمان المدعي العام هيقول انها قتلته مع سبق الاصرار والترصد يعني. وده بيبينه ان هي كانت بتتكلم معاه في احد المسجات اللي كانوا ما بينهم هما الاتنين، واللي هي قالت له فيه انها عارفه انه بعد كل ده هيسيبها، وانه ما معناه زي ما قلت لكم اخد زهره شبابها ومش عارفه ايه، وهددته تهديد يعني أنا مش فاكرة الصيغة بالضبط دلوقتي، لكن على أي حال أخدوا ده دليل ضدها إنها في الوقت ده رجعت له عشان تستدرجه عشان تنتقم منه، لإنها كانت مدفوعة بغِل شديد إنه هيسيبها بعد كل ده ويروح لواحدة تانية. وكمان إنها في اليوم اللي عملت فيه كده دخلت على برنامج المواعدة وبدأت تتكلم من حد، وكأنها كانت بتحاول بكل ما أوتت من قوة إنها تنتقم منه ومن اللي عمله فيها لإنها مش متقبلاه. الدفاع بتاعها بقى كان بين دفاعه على حاجتين، الأولى إنها كانت بتدافع عن نفسها وإن هي كانت شايفة المرة دي إن هو هيموتها لا محالة، والحاجة التانية إنها كانت خايفة تكلم الطوارئ وتقول لهم على اللي حصل ده، وده لأنه هي في واقعة حصلت قبل فترة صغيرة جدا، وهي إنه حصل مشكلة تقريبا ما بينها وما بين أصدقائها أو شيء من هذا القبيل. الشرطة جت، فهي بدأت إنها تقاوم السلطات وتصرفت معاهم بعنف، فهي كانت خايفة لإنه كده هيبان إنها شخصية عنيفة، وهي أصلًا كانت في الوقت ده تحت المراقبة، وبالتالي فهي خافت تقول للطوارئ. عرضوا عليها إن هي تقر بالذنب يعني وتقول إن هي فعلًا قتلته وكذا، وفي الحالة دي هتاخد تقريبًا 10 سنين بس أو حاجة كده، لكنها رفضت وأصرت على إن هي ما قتلتوش وإن هي كانت بتدافع عن نفسها. ونوصل ل17 يونيو 2022، الوقت أو اليوم اللي هيتم فيه النطق بالحكم. أولًا هيئة المحلفين احتاجت حوالي 4 ساعات بس علشان تقول الحكم بتاعها، واللي هيكون مفاجأة وصادم جدًا، وهو إنهم هينفوا عنها تهمة القتل وهيقولوا إنها كانت بتدافع عن نفسها وإن ده كان قتل خطأ يعني، إن هي بتدافع عن نفسها، لكنهم في نفس الوقت هيتهموها بإنها أفسدت الأدلة أو تلاعبت بالأدلة شيء من هذا القبيل، على أساس يعني إن هي حرّكته من مكانه، سحبته من غرفة النوم لبرّه، وإن هي بدأت تنضّف الدم، وإن هي استنت 11 ساعة والكلام ده. وما أعرفش إزاي وبأنهي عين وبأنهي قلب قرروا إن كل التفاصيل اللي الطب الشرعي قالها دي، وكل اللي لاقوه في مسرح الجريمة ده، إن هي كانت بتدافع عن نفسها، وإن هي أبدًا ما حاولتش إنها تقتله ولا كانت مترصدة ليه ولا أي حاجة خالص. المهم يعني إن في النهاية هيتم الحكم عليها ب5 سنين بس، ومش بس كده، ال5 سنين دول مع إيقاف التنفيذ، وبما إنها أصلًا كان بقى لها حوالي 3 سنين في السجن، فهتخرج من قاعة المحكمة، مش هترجع على السجن مرة تانية خالص، وفي الوقت ده هتخرج مع والدها والصحافة هتكون حواليها لكنها مش هتتكلم معاهم، هتقول كلمة أو كلمتين يعني ومش هتتكلم مع حد وهتمشي. كانت ماشية كده ماسكة شنطة بلاستيك، عفوًا يعني زي شنط الزبالة السودا بس بيضا، حاطة فيها حاجتها وخارجة من المحكمة. لكن هنا ييجي دور بنتها جايدن اللي المفروض إنها هتطلع وتلقي كلمة بعد الحكم عليها، وهنا هي قالت إنه الست دي قدرت، ما معناه طبعًا إن الست دي قدرت إنها تخدعكم وإنها تقنعكم إنها عملت كده وهي بتدافع عن نفسها، لكن أنا عارفة كويس مين الست دي وعارفة إنها كدابة وإنها عمرها ما هتسامحها أبدًا. وطلبت من المحكمة طلب بإن هم يمنعوا التواصل ما بينهم أو حاجة زي كده، لكن المحكمة رفضت ده لإن هم برّؤوها، فرفضوا ده خالص. هي كانت حاطة طلب يعني إن يمنعوا التواصل ما بينهم خالص، هي وأخوها وما بين أمهم، لكن زي ما قُلت لكم المحكمة رفضت ده تمامًا. الولاد كانوا نافرين منها تمامًا، وكانوا مُصرّين إن والدهم كان راجل كويس جدًا وكان أب عظيم جدًا وما كانش الوحش اللي هي بتصوّره. أمّا سوير ابنهم ففي التحقيقات أصلًا قال إن بابا وماما الاتنين آخر فترة كانوا هُم الاتنين بيشدّوا مع بعض، وإن العلاقة كانت متوتّرة من الاتنين، ما كانش والده هو بس اللي بيعمل المشاكل، والاتنين أقرّوا إنهم عمرهم ما كانوا بيشوفوا أبوهم بيمِد إيده على أمهم. وبالمناسبة ولحسن الحظ إن الولاد أصلًا كانوا بايتين برّه البيت عند أحد الأصدقاء في اليوم ده، وأعتقد يعني لو هي كانت مرتّبة الموضوع فممكن جدًا يكون ده اقتراحها إنها تبعد الأولاد عن البيت.
وبعد كل اللي أنا حكيته لكم ده مش هاقول لكم أي دروس مستفادة، وإنما هاسألكم سؤال واحد بس، هل أنتم شايفين الست دي مذنبة والّا مش مذنبة؟ هل هي بريئة وضحية والّا هي فعلًا شيطان كانت مرتبة لكل حاجة عشان تنتقم منه؟ ولحد هنا تكون خلصت حكاية النهاردة. أتمنى إن سردي يكون عجبكم. لو سردي عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو شيرتوا الفيديو ده لواحد بس كمان معاكم أكون شاكرة ليكم جدا. كانت معكم مرمر المصري، إلى اللقاء.